ازاي تفتح حساب جديد في البنك الاهلي من الموبايل؟ هقول لك، بس في الاول لازم تكون 21 سنه فيما فوق، مصري الجنسيه، ومعاك بطاقه رقم قومي ساريه. اول خطوه بتدخل على الموقع الرسمي للبنك ونختار افراد، وهتلاقي فتح حساب هتدوس عليها. تاني خطوه بيطلب انك تدخل الرقم القومي ورقم الموبايل بتاعك، وبعدها هيطلب ادخال OTP اللي هو رمز الامان اللي جالك على الموبايل علشان يتاكد ان الرقم ده رقمك. بعد كده هيطلب الايميل بتاعك، وبرضه هيبعت له رمز امان OTP علشان البنك يتاكد من الايميل. ولو الميل ما وصلش ادخل على الجانك ميل او سبام علشان جايز يكون هناك. وبعد كده هيطلب منك تدخل باقي البيانات علشان تفتح الحساب. خامس خطوه بقى التوقيع البنكي، ودي لازم تحصل في البنك، بس ما تخافش مش هتاخد وقت كتير، لانك تقدر تختار فرع الكتروني تكمل فيه البيانات، وهتلاقي قائمه بيهم وموضح فيهم الفروع اللي فيها كمان خدمه الطباعه الفوريه لبطاقه الخصم المباشر. وممكن تروح اي فرع وتطلب مقابله مدير التجزئه المصرفيه علشان تضمن سرعه التنفيذ. بس لو انت من كبار السن او من ذوي الاحتياجات تقدر تطلب زياره موظف البنك للبيت عندك علشان يخلص التوقيع البنكي معاك وباقي المستندات المطلوبه. ملحوظه مهمه، كل الخطوات اللي انت عملتها دي لو قعدت اكتر من 10 ايام من غير ما تنهيها وتعمل التوقيع الالكتروني تعتبر ملغيه تماما. وهسيب لك في اول الكومنت اللينك اللي هيخليك تعرف